مصريات، مالهم المصريات تعبينك ليه؟ تعالى هنريحك بس. خد برسل بس فيديو لصاحب لواحد صاحب. ايوه انا عايزه افهم، هو قال لك فيديو ايه؟ فيديو الرقص بتاع المال ولا فيديو ايه؟ فراولات داخله برايفت، الفراولات كلها عشان في رقصه مالت في البرايفت. لا البرايفت عشان يتفرج على رقصه مال بخليه ينجلع، بس انا المديره هون. هفهمك الأول حاجة بسيطة قبل ما نبتدي الفيديو. إيه ده؟ ده برنامج بتقوم عليه ناس بتسجيل، اللي هو بتفتح لايف بمعنى الكلمة، موجودة بحاجة زي كده. بيحصل حاجة اسمها دعم. الدعم ده بيحصل من إيه؟ لو واحدة قاعدة، وده بنسبة 5% يعني. في بنات بتبقى كويسة جدا فاتحة اللايف قاعدة عادي جدا زي اللايف التيك توك مثلا، بس ده ما بيجيلهمش دعم. بيضطر غيرهم يستخدم زي ما انت ما شفت كده، بيقلعهم يرقصهم يعملوا الكلام ده كله عشان خاطر الدعم. بيلموا دعم حلو. بعد ما بيلموا دعم حلو بيتجهوا على حاجه اسمها البرايفت. بيخشوا مع بعض برايفت، ان مش اي حد يشوف اللايف ده، اللي بيشوفه اللي دعم. طب ايه الدعم ده؟ بمعنى اصح اللي رمى فلوس، يعني انت بتشحن البرنامج بفلوس، وبعد كده الحاجه ديت بتقدر ان انت تدعم بيها. فبتقول لك تعالى نخش مع بعض برايفت. البرايفت ده بقى هي وصاحبتها بيعملوا صحاب، بيعملوا اللي بيعملوه، في حاجات غريبه معاهم بتحصل جوه خالص. ده كله عشان خاطر الفلوس بمعنى الكلمه. طبعا هم بيتعاملوا بعملة بالدولار مش بالمصري، البرنامج مش مصري، بس عليه ناس من جميع الجنسيات، مصريين مغارب خلايجة، اللي انت عايزه كله موجود على البرنامج ده. الناس بتخش عليه يعني بلاوي. واحدة صاحبتها، في معلش واحدة وجوزها، بس ده قليل جدا، هو ما بيبقاش جوزها يعني، ده بيبقى حبيبها عاشقها غيره. في ناس متجوزين بتعمل كده، وفي ناس مطلقات بتعمل نفس الحاجة دي. كي اتش واحدة كمان على التيز التانية عشان ما تزعلش. واحدة كمان على التيز التانية كي اتش، عيب تدي تيز واحدة بس. برسل بس فيديو لصاحب لواحد صاحب. ايوه انا عايزه افهم، هو قال لك فيديو ايه؟ فيديو الرقص بتاع المال ولا فيديو ايه؟ احا حد عايز هنا خس بوكي احمر. يلا خس بوكي احمر. ثواني يا محمد وبرقص، ببعت حاجه لحد وبرقص. ثواني. خس بوكي احمر يلا يا رجاله. ومن اول الفراولات داخله برايفت، الفراولات كلها عشان في رقصه مالت في البرايفت. يلا يلا يا شباب. يلا تعالى خلاص بقول لك بس يا بابا، بس يا حبيبي، بس يا بابا. لحد كده هي صاحبتها بس. طب هل الموضوع ممكن يتطور؟ هل ممكن يبقى فيه واحد؟ هل ممكن الواحد ده يبقى معاها هي بس، ولا معاهم الاتنين؟ تعال نكمل. واو 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 كفو بطنوخ، والله لك بطنوخ. مش واخد كده انت مش لا لسه بقى معاك كفو يا بطنوخ، بيقفل من اخوك والله. اعمل ايه اخويا فريند على اكونت مش دي بس اللي على البرنامج، في بنات تانية كتير زي ما قلت لك، من أجانب لمصريين لخلايجة، كلهم متجمعين على الابلكيشن ده عشان خاطر الفلوس. فدي ممكن تكون واحدة مطلقة، أو واحدة متجوزة وبتخون جوزها، أو الله أعلم الدنيا معاها فيها إيه يعني. بس زي ما شفت واحدة وصاحبتها ولا جارتها ولا غيره، الموضوع اتطور شوية وبقى في واحد معاهم في قلب اللايف. زي ما انت ما شفت كده، الواحد اللي موجود في الحمام وعلى السرير والدنيا زيطة والجو جميل جدا جدا جدا. علشان كده في ناس لما تيجي تقول لك ما تتجوزش مطلقة. اعرف المطلقة دي اتطلقت ليه؟ قبل ما تتجوز واحدة انت بتسأل عليها. ففي بلاوي كتير زي الفيديو اللي احنا شفناه من يومين فاتوا مع الكوبري، الواد نايم مع واحدة على الكوبري فوق من على الهدوم والدنيا جميلة جدا. فسوء تربية وسوء حاجات كتيرة جدا. ولما الست دي تبقى كده، بنتها تبقى عاملة ازاي؟ ده لو عندها بنات
بنشوف مواضيع كتيره انتشرت برضه، تلاقي طفل صغير لسه مولود مرمي في الشارع، مرمي جنب باسكت زباله، مرمي جنب جامع، في حاجات كتيره جدا. ده كله بسبب البلاوي دي. واحده بتفكر انها ازاي تجيب فلوس عشان خاطر الدعم، عشان خاطر الريتش، عشان خاطر كذا، فالدنيا ماشيه بالحب وبتاع. تعالى يا حبيبي تعمل 1 2 3 في فلوس جربهم، الموضوع حلو. بقى في صاحبتها وفي حبيبها، وفي ناس بتفتح لايف الاثنين مع بعض، وفي قله ادب، في حاجات كتيره في منتهى قله الادب واوسخ من كده. دي مش اول بنت ولا اخر بنت، بس انا تخصصي اللي انا مصري، اتكلم عن المصريين، ما اتكلمش عن الخلايجه ولا اتكلم ماليش علاقه بيهم، انا بتكلم عن اللي بيحصل عندنا هنا. طبعا في بنات تانية كتير وفي بلاوي كتير وفي فيديوهات كتير هتكلم عنها اليومين الجايين برضه. الفيديو بيوصل للناس دي يمكن من فتره، قبل من كام سنه، من سنه تقريبا، لما عملت فيديو عن واحده كان اسمها سمر من اسكندريه. لما عملت فيديو عنها واتكلمت عنها وكانت حاجات برضه بتتكلم فيها زي كده، سمر ما شفتهاش من بعدها بتطلع لايف في حاجه زي كده تاني. يعني انا لما بخش بلاقي سمر قاعده بلبس محترم، ما بخشش الوايفاي بتاع حد، لان انا مش هشحن في البرنامج عشان ادعم حد اخش اتفرج على قله ادب. فيمكن سمر اللي من اسكندريه دي عملت عنها فيديو، مش فاكر بصراحه هو موجود لسه ولا لا. فمن بعدها سمر ما يعني تقريبا اتغيرت. فالفيديو ده انا عارف انه هيوصل لصاحبه الفيديو ده، فاتمنى لما تشوفي الفيديو بتاعك ده يعني ابعدي شويه، ابعدي عن اللي انت بتعمليه، اتقي ربنا. يعني بلاش الحاجات قله الادب اللي انت بتعملها ده عشان خاطر الفلوس. انزلي اشتغلي شغلانه شريفه، انزلي اشتغلي شغلانه محترمه. لو خدت 1000 2000 3 ربنا هيبارك لك فيهم، علشان ده من عرقك مش من فتح رجلك لا مؤاخذه. فانا عارف ان الفيديو هيوصل لك. واتمنى لو انت اول مره تسمعني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وفي لينك جروب تليجرام في اول كومنت مثبت تحت، يا ريت تخش الجروب، مستنيك.